اهلا وسهلا بك سيد عبد الرزاق. اهلا وسهلا بك يا راجل. اللواء القعقاع وفيه مجموعه اللي هم من النظام الاول، من الجيش الاول، قام عثمان ملاك تبي يرجعهم هو وفرنانه. باهي بعدين عندك اسامه جويلي، هذا هو موضوعنا توا. جاني في شهر 3 في الكشاف قال لي يا عبد الرزاق بالحرف الواحد وهاو يسمع فيا وتراح يجيب كتاب الله ويحلف يقول لي ما حصلش الكلام هو. قال لي يا عبد الرزاق انا عقيد قديم متقاعد، كنت في ايام مهمر عقيد في كتيبه دبابات وبندير سريه وتاير معاكم ونبيك تنضم لي انت واللي معاك. الرئيس مجلس العسكري طبعا كان قائدنا عم محمد المدني، وكان هو ومعاه خالد اسماعيل تمام، وسيطر على المجلس اقسم بالله الا بالخبث وبالقوه. وولدك الله يرحمه توه عارفه قداش قاتل واحد ولا خيرك ما سيطرت عليه ولدك. انت سبب الدمار، انت فرضت نفسك فرض وحطيت في المناصب كلهم صغار عمك. هاي من عميد البلديه، لحظه بس باهي، من عميد البلديه لا مش عارف مين كلهم صغار عمك، وهذا ياكد كلامي وفي حاجات هلبة حتطلع ان شاء الله. الراجل هذا بعدها مسك وزير الدفاع تمام، مسك وزير الدفاع. هذا هو الهدف اللي يبيه. انت طمع في الرئاسه والله ماك حاكمها، انت خاين خنت الزنتان وراس فتنه، انت راس فتنه. انت لو كانك مزبوط وصادق ليش ما تريست على السرايا به؟ ليش خليتوها سايبه؟ وليش فتحت مخازن السلاح؟ مش انت رئيس مجلس ولا؟ وليش ما طلعت؟ تعرف الجبهه ما يبيش يطلع لها. نتحداك شنو قلت لك في كليه العلوم؟ ما يطلعش للجبهه لان العميل يجب ان يكون بعيد لان بيخسروه. نعم. المهم ومسكت وزاره الدفاع، وهذا هو كان طموحك الاول مش الثاني، ما زال عندك طموح الرئاسه انت. ومسكت وزاره الدفاع وحطيت ولد عمك في ميناء وحطيت هذاك مش عارف وين واستوليت على الحكم، وحتى اللي في الزنتان حاليا كلهم يتبعوك. انت استوليت وانقلبت علينا وخونتنا وبعتنا لقطر، ونعرف شنو عطيات قطر، وانت تاخذ في السلاح وتعطي فيه صغار عمك والاجنده متاعك يا اسامه جويلي. والراجل هذا مسك وزاره الدفاع على اساس يسحاب انه هو بينجح في مخططه ممكن يحلم بحكم ليبيا. الشخص هذا اول واحد يتحاسب وزير الدفاع لانه هو سبب الدمار، وهو اللي اعتمد سرايا زي ما قلت انت. وهذه حاجات يعني دقيقه تبي مواضيع. كتايب لواء القعقاع واعتمدها كحارس حدود وكتيبه الصواعق تمام، وكتيبه ايضا امن المطار وكتيبه اللواء المدني. اوكي بقى نبدو باللواء المدني. اول حاجه بالنسبه للواء المدني انا جندي فيه، واضح في سريه الشهيد اسماعيل شويه تمام. اراهم هذول الامراء يبوا يخنبوا ويبوا يخشوا لطريق المطار وبيخشوا لطرابلس. الامراء نقصد لك عندهم اطماع شخصيه اللي هي فلوس وسيارات واراضي، وهذا اللي حصل. ما فيهمش واحد شفته في جبهه يقاتل الا مقعمز في مكان في مقره ويجيبوا له في ما يسمى بالمطلوبين وكذا، ياخذوا منهم في فلوسهم وفي سياراتهم ويرخوا فيهم. وهو حصل الكلام هو. وكانت كتيبه، هي ما كانتش لواء، كان كتيبه يعني نقاتلوا تحت اسم لواء المدني. لما خشينا لطرابلس تحول الى لواء، ومسك منه مسك ولد ابراهيم للاسف الفرخ العيل هذا الضايع الخانب الخاين، عيل ما يعرفش تشين تكون انت يا ابراهيم باش تدير لواء. تشين قداش عمرك شو راي في حياتك تبوك تغير اتجاه اللواء. هو هذا ايوه استغل شهرة ابوه ونظافة ابوه وان ابوه قائد وكذا. ايوه هو سواء هو وصغار عمه، واستغلات ابراهيم كل شيء وسيبته انت. اللي وش اللي دار ابراهيم للواء؟ شو اللي درته؟ تهيج وتخنب في الفلوس وترخف للمطلوبين باللي كانوا بالفعل كانوا ازلام، مش اللي تو لا الازلام الحقيقيين. انت قبضت عليهم وخديت رشوه وخنت الثوره وبعت وعيل ما تسوى شيء. انت راس فتنه ومطلوب يا ابراهيم. بدا العيل هذا ابراهيم بجذب الشباب من اي مكان ويقول لهم تعالوا خشوا معايا في اللواء. واحد شنو هدفه مش معروف. لتكوين قوة عسكرية، تشكيل قوة عسكرية ممكن ان تكون في اتجاه معين اللي هو والله انا لا اعلم انا وياهم. هذاك الوقت انا كنت نقاتل معاهم وندعم فيهم والله انا بروحي دعمته ووقفت معاه. ما يصيرش الكلام. اللواء المدني اشخاص يتبعون للنظام السابق والله قبل لا 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 عسكري قد يكون لا شوف لما كنا الفوق في الجبل لما نزلنا لطرابلس ما عندناش بعد خشوا دخلوا ردوا ناس هلبة بأي حجة مش عارف. عمرك شفت انقلاب تنقلب على جيش وترجعه؟ عمرك شفت واحد قلب حكم ورجعه؟ كيف هذه؟ وين صارت في أي عالم؟ بعدين نجول اللص الحقير هذا عبد الله نكر. تو انت يا عبد الله نكر من تكون؟
ادوي معي من تكون؟ أسمى نفسه عبد الله ناكر عندما وصل لطرابلس، أسمى نفسه رئيس المجلس العسكري لثوار طرابلس في الجبل. نعم. خلي تو نعطيك قال بأنه قاد 36 معركة انتصر في 36 والله. جاء عبد الله ناكر تكلم باسم الزنتان، باسم هذه الجريمة اللي دارها مدينة هو. الزنتان الأبية، تكلم باسمه وقال أنا قدت 36 معركة في الجبل، انتصرت في الجميع. اوكي انا اعرف ماذا قال. انا سأكمل لك. أسمى نفسه رئيس المجلس العسكري ثوار طرابلس. قال بأنه يملك سجون داخل طرابلس، يملك كتيبة وقوة عسكرية داخل طرابلس. والله هو نكتة والله. الشخص هذا دار سرية في الزنتان زي أي واحد دار مجموعة وحصل سلاح ولا عطوه سلاح الثوار مشى دار سرية. يعني ما فيش حد كان يتوقع منه الشخص هذا خبيث وخانب، يعني خبيث بالشكل هو، فهمتني؟ المهم بعد التحرير طبعا بدت هذه من بداية التحرير زي ما قلت لك، ولا بدت الخيانة العظمى اللي هي تشكيل السرايا والوهميه والكتايب الوهميه بما فيهم عبد الله ناكر. عبد الله ناكر قسما بالله بالنسبه لي انا والله ما تسوى حاجه انت في الثوره وما درت حاجه. 32 معركه، انت من قال لك وصلوا 32؟ بالك ما وصلوش. انت حداك انت يا عبد الله تقول لي انا قتلت ولا ضربت، انا ما شفتكش ولا في جبهه. نزلت على حساب الزنتان يا الصايع انت. نعم هنا سؤال. كم كان ثوار الزنتان يفتحون محور؟ يعني كم كانوا يقاتلون ثوار الزنتان في جبهة؟ غير خلينا بالله يا استاذ محمد، يمكن ان تكون انت في جبهة وهو في جبهة. معلش لا متاع اتساع الجبهة نعرف انا، حتى لو كان هو في جبهة جيب لي يا سيدي جندي واحد يقول لك هذا ناقة خيرك انت كل شيء احنا مش مضحكة. انت تو نجيب الثوار نجيب تالي واحد يقول لي شفت ضربت طلقة ولا داخل وين ما رتكش انا ما فيش منها الدواية. الراجل هذا طبعا خبيث، طلع خبيث وخبته شندار به. نزل لطرابلس ضحك على الشعب الليبي واستغل انه هو زنتاني ومشى دار تجمع طرابلس ولا شنو اسمه، ودار خدا منهم توقيعات وبدا يخدم في برنامج الحقيره. هو ضحك على الشعب الليبي. باهي الزنتان يعني ماهيش دوله، هذه قبيله في دوله نحن، صح ولا لا؟ باهي استغل ان كونه زنتاني وخدا لكم الفيديو هذاك اللي باحدى الجرائد يا كذاب، خدا لكم لقطه باحدى الجرائد وقال لكم كيف وصدقتوا غير لحظه. المهم هذا عباره عن لص وخانب. يا عبد الله اللي درته كله حيولي عليك. وقتي معقوله يا عبد الله ماشي ساحب المصرف الامان نص مليار 500 مليون نتاع عبد الله السنوسي، تمين تكون انت وتقول لي معمر طاغي وخانب يا حقير؟ انت لص وحقير وكذاب، ونقسم بالله تنبيه كبير لكل من يعترف بالشخص هذا والله لا يضحك عليكم وخاين ولص تصنيف اليه لص. لحظه انت يا عبد الله طلعت زي ما قالوا لك الليبيين انا من الدكان طالع لي ملياردير. غير دقيقه من لحظه من طلب منك من الزنتان جيب لي شخص واحد قال لك انت تتكلم باسم الزنتان شوفوا يا اخواني قلنا لكم 100 مره الشخص هذا متبريين منه وكذاب ولص مدار لاخوك عرس ب2 مليون. امتلك مزرعه في السراج وقصور في تركيا ونعرف شنو عندهم هو وهلبة زيه. هناك سؤال. عبد الله ناكر راس فتنه، انت راس فتنه. لنذكر حادثه حدثت اثناء عبد الله ناكر يقتحم مصرف الامان مع مجموعه. صحيح. اقاموا بوابه امام مصرف الامان، اتصلوا بك وقالوا لك ان في بوابه عسكريه قامتها ثوار مكتوبه سيارتهم ثوار الزنتان في ذلك الوقت. من اتصل بك؟ اتصلوا بك وقالوا لك واعطوك علم ان في بوابه. من اللي اتصل بك؟ هل اتصلوا بك عبد الله ناكر؟ عبد الله يا راجل هو اللص عمرك شفت لص بيخنب يقول لك انا ماشي بنخنب؟ نعم. هذا لص واللي معاه عصابه. لنكمل الحادثه حادثه اشتباك مسلح بين مجموعه من مكلفين، بين مجموعه من المكلفين بضروره الذهاب لمصرف الامان لرؤيه ما يحدث من اقتحام. خرج عبد الله ناكر من باب الخلفي مع اموال، مع سياره، لا اقول اموال، مع سياره من المصرف. والجماعه اللي جايبينهم قدام مصرف قام باشتباك مسلح. خرج على اثرها مجموعه من طرابلس يريدون اخراج عبد الله ناكر من طرابلس هو ومجموعته. فدخلت
دخل العقلاء بين طرابلس وبين الزنتان، ومن الزنتان وقالوا بأن عبد الله ناكر لا يمثل الزنتان. نعم، يبقى خلاص. ها كنت جاوبت روحك باهي. احنا قلنا لكم الشخص هذا ما يسوى شيء، انتم كبرتوا به وانتم اللي درتوه شاء. انا تقريبا والله كانت الذاكره ممكن مره اتصلت به قلت له عندك ولا لا، ممكن والله مش عارف. ما يا ودي كذاب، لو كان عنده راه طلع للعالم. انت عندك سجين يجب ان توريه في الصوره. نعم، عبد الله ناكر خرج وقال ارتلنا الان تنزل لطرابلس ونحن سنحرق طرابلس. باهي كويس يا اخي، يا اخي الله يبارك فيك. انت معطيته للحقير هذا اكبر من حجمه. لم نعطي اعطيته يا راجل غير دقيقه. يا محمد، يا محمد، يا اخي محمد، يا استاذ محمد، الراجل هذا قلت لك كذاب ولا كذاب. يا راجل كيف انت تصدق زربوط زي هذا يطلع يتكلم باسم الزنتان واحنا ناكرينه؟ هو ضحك على الشعب الليبي، ما تبيش نقول لك تستاهلوا. يا راجل هو واضح كذاب وخانب وانت قاعد تصدق فيه. حتى انا نقدر تو لحظه. لا صدق. هو يدخل هو يتكلم باسم الزنتان. غير لحظه، هو استغل ان الزنتان قلعه الثوره، واستغل انه هو زنتاني، واستغل انه هو عنده زي ما تقول جماعه متفاهم انه وياهم زي ما فهمت، ونزل له دار بهم سريه ومشى يخنب. قصدي عباره عن نص يا ليبيين اقسم بالله الا بريء من الزنتان الكل، وما يمثلنا وما يسوى حاجه. انتم اللي خليتوه يسوى، وعقوبتك الخاين معروفه اعدام. واضح. قيادات الزنتان عندما كان عبد الله ناكر لم يقل له اهدى ماذا تفعل قد تجر ليبيا؟ لا، كلمناه وعاركناه وكلموه الناس، ولكن تعرف انت اللصوص لما تتمكن ويدير جيش ما عادش تحصل عليه. هذا هو المفروض يضربوك حتى بربيجيل، المفروض الشخص زي هذا، ولكن الله غالب ما فيش حد ناوي. بعدين نجو لعماد الطرابلسي. واضح. طبعا نتحدث عن عماد الطرابلسي. عماد الطرابلسي قال بأنه كان يحارب في جبهة الزنتان، نزل بقوة لطرابلس، يملك كتيبة تسمى كتيبة صواعق، قوام 10,000 جندي، يمتلك مدرعات عسكرية. قال بأنه يتبع لوزارة الدفاع ويملك أوراق تثبت بأنه وزارة الدفاع. هناك شبهات بين من أفراده يقولون بأن أفراده ينتمون، العديد من أفراده ينتمون للنظام السابق. تمام. من هو عماد الطرابلسي؟ بي حق يا عماد درت لواء، باهي درت لواء ولخبطت الحكومه ووافقوا لك. شن درت به اللواء؟ شن خديت؟ شن رفعت ومن حطيت فيه؟ حطيت معك ازلام، الازلام الحقيقيين اللي كانوا يحاربوا فينا. جتني عليك معلومات انك انت جبت مجموعه مشبوهه يعني ودرت مفراسك يا عماد، حتى انت راك بتحاسب. لا غير دقيقه، وانت يا عماد طلعت على الخط وحتى انت راس فتنه. اي واحد الشعب الليبي ما وكلاش عليه ومش بطريقه رسميه وخش علينا بخبط ودار لواء ولعبت في الثوره، انت واللي زيك انت مطلوب حتى انت من الشعب الليبي يا عماد. وراس فتنه. من اعطاه الشرعيه يدخل لمنطقه بوسليم ويقوم بترهيب المدنيين ويقتحم. يعني ذلك اليوم احد الصحف العالميه قالت بان وزاره الدفاع تقتحم وزاره الداخليه. من اعطاه الحق ان يقتحم اماكن تتبع للدوله؟ ذلك اليوم كان علي زيدان رئيس حكومه، اقتحم في 2012 7 2013 اقتحم عماد طرابلسي، وصور وهو داخل منطقه بوسليم، صور بشخصه ينزل من مدرعه عسكريه تابعه للجيش الليبي. قاموا بما قاموا به داخل منطقه بوسليم، احرقوا محلات، وذلك كله مصور بالكاميرا. يعني لا نعم ليس باهي. تمام. تمام. كان علي زيدان موجود رئيس الحكومة، خرج علي زيدان ليقول بأنه هو أعطى تعليماته لإخراج كل الكتائب المسلحة من داخل طرابلس. لم يخرج كتيبة الصواعق المسؤولة، وكتيبة الصواعق المسؤولة ذلك اليوم لم تخرج من منطقة. تمام. وكلهم هذول أمراء حرب، وهذول هم اللي دمروا ليبيا. غير اللوم على كل من اعتمد هؤلاء، اللوم على الحكومة الفاشلة المزورة العميلة، هي السبب في ظهور هؤلاء الأوباش الفروخ الصغار عمال يضحكوا على الشعب الليبي. خرج ناس في منطقة ورشفانة سهل جفارة، خرجوا بأعلام خضراء وصورة للمقبور. يا أخي محمد، أنا حنجوه الموضوع، خلي آخر حاجة. نعم، لأنها تتعلق بالصواعق.
خرجوا بالأعلام الخضراء، لم يخرج كتيبة صواعق من طرابلس، لم تخرج تحالف، فقط اكتفوا بخروج رتل في طريق المطار واستعراض مسافة الرتل كانت 5 كيلومتر، استعرضوا بها داخل طرابلس ورجعوا إلى تكناتهم. هذا أول شيء. خرج المجلس العسكري الزنتان ووجه قوة عسكرية لا تتبع للصواعق ولا تتبع للقعقاع ولا تتبع المدني، تتبع لأي شخص. خرجت قوة عسكرية لتدخل لحرب سبعة التي خرج فيها قوات عسكرية من خارج ليبيا، دخلت إلى منطقة قاعدة تمنهنت. خرجت ثوار الزنتان، ثوار من الزنتان دخلوا إلى مطار سبعة وأمنوه وحد ما عدت يعني، وانتهت المشكله هناك. لماذا لم يخرج كتيبة صواعق والقعقاع لحمايه ليبيا او لاعاده حق؟ خلاص حتجي الكلام، لان عباره عن عصابه مكونها شخص لمصالحه الشخصيه والضحك على الشعب الليبي. يا اخي حتجي الكلام نفسه. نعم. هل يمثلون الزنتان؟ لا يمثل الزنتان. المدني يمثل اللواء المدني من نزل معنا من نزل معنا من الزنتان طرابلس في التحرير طرابلس هذا معنا. كل من دخل في لواء بعد التحرير او هو عمل سريه هذا كله تزوير وباطل وعصابه سراق. واضح. حدث اللواء المدني والاسمع. وبالنسبه لولد المدني هذا ابراهيم، انت اقسم بالله ما كاهل حتى لقياده دجاج. مقتل سالم الوارد احد قادة الكتائب الموجوده في منطقه باب تاجوره، قتل امام لواء المدني في اشكاليه والله شوف تو كان تحسب هذا هم قلت له الاف تو. لا ما عنديش خلفيه على الموضوع. تمام. ما عنديش خلفيه. المهم نذهب لاسم اخر، نمشوا لاسم ثاني. هذا بالنسبه لعبد الله ناكر. تمينا فيك يا عبد الله ناكر وحزب القمه باهي، وتتكلم باسم الزنتان و32 مارس. هل عبد الرزاق البكوش يعرف بما كان يحدث داخل طريق المطار؟ نعم نعرف كل شيء. كنت نعرف وكنت نطلع كنت نعرف وكنت نرجع لحظه. هل كنت موافقهم بما لا لم شوف. بالنسبه للايام التحرير الاولى لمطار طرابلس، السريه اللي ماسكاتها هي سريه الشهيد البطل اسماعيل شويه بامره بشير التعالب. واضح. طريق المطار من يوم 1/1/2012 لحتى ليوم 21/8/2014 كان تحت ايدي كتيبة صواعق ولواء القعقاع. هذا ندوي عليه طريق المطار. حدثت حالات سرقة داخل طريق المطار. شيء طبيعي. شيء طبيعي. لا نريد أن نتحدث، لا نريد أن اسمع يا محمد. لأنهم لم يأتوا باختصار. من يسرق لا يمثل المدينة، هو يمثل نفسه. ولكن عندما يسرق شخص داخل لواء عسكري يقول بأنه جيش، ما المفروض بأن اللواء أو الجهة التي يتبع لها تقوم بفصله. صح؟ تقوم بفصله من. طبعا شيء طبيعي. انا حنجاوبك. هل عندك علم بما كان؟ نعم كان عندي علم، ما كنتش راضي. مش كلهم، كان فيها اشخاص هم هادو امراء ما يسمى بهم، وذكرت لك منهم هذول يعني امر لواء من بكلمه من بيرده، ونرجع للزنتان ونكلم في المجلس ونكلم في الناس اللي هي مسؤوله غادي الصراحه. وفيش واحد عدل عليه دقيقه بس، ما بوش يشدوا صغارهم. دمروا الزنتان ودمروا الثوره ودمروا ليبيا. حتى مختار الاخضر نبدا يعني اعطيني نبدا. ظهر في اكثر من فيديو بانه قائد قوات الزنتان وانه المسؤول عليه قوات الزنتان داخل طرابلس. في فيديو اخر يهدد قبيله المشاشيه وقال باننا سنحرق العوينيه واننا نترككم تعيشوا فيها. تمام. وقال بان الزنتان تملك سلاح يصل مدى حتى لطرابلس كنتم خايفين. هذه لغة الجاهل. واضح. هذا إنسان هو عسكري. يا مختار أنت أنا لما حطوا قال أنا نمثل ثوار الزنتان من حطك؟ مش عارف من حط أنا. هدايا قريب جوالي راه. أنت قريب أسامة وراي فيها عائلات وفيها برامج اللي حكيت لك عليه. هذا واحد من أجندة أسامة جوالي، يتبع اسماء أسامة جوالي ويمشي فيه أسامة جوالي. وإذا كانك زي ما قلت طلع يهدد هو في العمر هذا. خرج في نعم هو باهي دقيقة وفي هذا العمر وفي هذه السن ويطلع يتكلم بالمنطق هذا، إذا لا يصلح قائد أصلا. كيف تحطوه قائد؟ نجو المني ثاني عندنا، نجو للراس الاخر، نجو لفرنانه. نبدا عليه. هو احد ضباط استلم رتبه في النظام السابق، كان عسكري عادي جدا. خرج منكم في نهايه 2012
سلم الشرطة العسكرية، أقام بوابات وأقام قوة عسكرية. الآن في هذه الحرب، في فترة الحرب والفتنة التي حدثت في ليبيا، أطلق سراح مرتكبي جريمة اليرموك من سجنه سابقا. عندي علم محرقة تريلا في اليرموك في 2011 من تسببوا فيها قام بإطلاق سراحهم وقالوا أنهم يقاتلون معنا الآن. أطلق سراح احتواء. نعم. احتواء. أطلق سراح الروس، القناصة الروس والذين حسب المعلومات اللي جتني ان رقاء، والله اعلم هذه تاكدوا منها، انه هو رقاء بيفاوض، فداروا بيت توار واحد وانضم للتوار. شنو كنت تدير يا مختار فرنانة؟ كنت تاكل في السفنز وكنت والشاي الاخضر في جراج فرنانة هوني معروف يدوا عليه. قال لك نوض شد المجلس العسكري نبوه انت ضابط وعندك بدله وكذا ورتبه وبيجينا سلاح وبيجينا كذا، راهو هيك مش حيتعاملوا معنا الا ما يكون في ضباط رسميين. جيتك انا ومسعود عبد القادر ملقب بالغليله، صح ولا؟ وحطيناك رئيس مجلس وضربنا تريس على خاطر كانت تتذكر وحميناك وسكرنا عليكم وكذا وقلنا لك تصرف. درناه رئيس مجلس باهي، مشيت الامور كيف ما مشيت. لما نزلنا لوطه جتني معلومه، قالوا لي مختار فرنانة وعثمان مليكطة يردوا في كتيبة خميس وفي في الجنود الاولين، وصح فيهم ناس قاتله حتى القتل وضموهم. قلت له شدير يا خالي مختار، غير كيف ترد لنا في الجنود الاولين؟ انت كيف بتدمر الثوره ولا بترد معمر ولا شنو في راسك؟ قال لي لا هذا احتواء وراس خالك وخير من يمشي لجهه اخرى ومش عارف شنو. كم رصيدك يا مختار فرنانة وكم سريه وهميه وقعت عليه؟ وطلبت مني حتى لحظه، وطلبت مني ندير سريه، ولا طلبت مني ندير سريه. تسمع فيا انت يا مختار فرنانة، عارف من كان معاك؟ اللي كانوا معاك راهم في اللي في تونس تو حكى لي على الورق تو بيطلعوا لك الورق يا خانب يا لص انت محمد غيث، صح ولا؟ انت يا خاين يا عميل يا خالي مختار هيك تدير. عن مجيد وعثمان مليكطة، مجيد وعثمان مليكطة وعثمان مليكطة. اشتبع مجيد مليكطة بمساندته في السابق للنظام السابق، اشتغل امين لجنه شعبيه. هل عندك معلومه؟ عندي معلومه. شوف نعم. خرج بكتيبه القعقاع في استولى على معهد النفط في 2012. انا كنت معاه، انا كنت حاضر كل شيء. خرج اكثر من مره، ومنذ ذلك اليوم وهو تبنى الازلام وتبنى مقاتلين النظام السابق. خرج في فيديو مشهور، فيديو هدد فيه المؤتمر الوطني ب5 ساعات. من يكون عبد المجيد مليكطة؟ يا سيد محمد انت قلت لي كان مع النظام كلها كانت مع معمر. انا الاول راهو مانيش مع معمر، لكن كنت عسكري واخذ دوره في الحرس الجمهوري غير لحظه في 96. انا كنت في الامن العام، وقفونا رواتبنا، يا تخدم شرطي مع معمر يا يوقفوا لك راتب. طبعا قبل التحرير جتني معلومه ان عثمان مليكطة جاي للزنتان وان هذا مع الازلام وان بيدير، وخافوا منا الزنتان ولزوه من المدرسه اللي في ولاد بالهول. مشيت لعثمان في شهر رمضان، كان مش عارف ما يوم بالتحديد. هل كان ثوار زنتان يخافون من توغل عثمان مليكطة داخل صفوفهم؟ نعم الصراحة هذه حقيقة قدام رب العالمين، خافوا منا وقالوا مشاكين فيه وما نبوش وهذا بيجيب لنا، وصح توقعاتهم صراحة طلعت مزبوطة. ما سبب هذا الخوف لأنه كان هو أصلا تقريبا ماسك الحرس الشعبي ولا مش عارف. المهم نزل عثمان، وطبعا ما كانش صراحة عنده سلاح ولكن عنده فلوس، الراجل خادم قبل وعنده فلوس، ولما معاه مجموعة بما فيهم الهادي الأزهري. يا ولد خالتي ويا ولد خالي يا هادي، يا هادي أنت كنت تبيع لنا في البنزينة ب150 من تونس ولا؟ تتذكر؟ وفي الحرس الشعبي ولا؟ ومؤيد لمعمر يا هادي الأزهري، وجاب معاه مسعود الكرودي. يا مسعود أنت أخويا وحبيبي ولا تو مبصر معاك أخويا، أنت كنت في البوابة الشرقية تدير في الشاي الأخضر يا مسعود، وخايف من لقحوش عليك أنك أنت أخضر، صح ولا؟ أنت أخوك عبد الله. لم المجموعة هذه السويس هذولا وبدا يكون في كتيبه في معهد النفط، بدا يرد في الازلام، يرد في جيش معمر. يا نعم شفتهم بعيوني وكلمتهم، قلت له يا سيدي خلوهم طلقاء باهي، لا مش مشكله يا سيدي، السماح ممكن تسامح لكن الضمه. واحد منهم تقريبا والله اعلم خوه ولد خوه ولا منه اللي توفى ذاك، قالوا لي يرمي مع الجيش وبعدين جابه يرمي معاه، وحاولت معاه وعرض علي حتى مليار، قال لي نخليك ملياردير مقابل اني ننضم للحزب بتاعهم هذا بتاع جبريل، هذا شنو تقولوا له انتم؟ تحالف. نشوف اللي نلقاك هذا يتصرف بعده ولا يدبر له، واللي ما دار شيء غير هيك ويقعد يا سيدي، ما هو عسكري ليبي بنحتاجه.
بالنسبه للحرب نتاع طريق المطار يا محمد ويا عثمان مليكته، عندك علم ان صح كانت فيه ناس رافعه الشعار الاخضر؟ اقسم بالله في ناس اللي مضروبه من تالي، راهو مش كلامي، مشيت للعيادات واحد منهم الزنتاني رجله مضروبه ضاربينها بكيتين من تالي. من هم اللي قايمين العالم الاخضر؟ ايه في ناس قايمه العالم الاخضر. لو ان جو قاتلوا معانا باسم الثوره وقالوا احنا من اجل ليبيا والله على عيننا وراسنا نقول صح، لكن رفع لي خرقك من هو معمر ومني انت ومن اللي معاك؟ انت ضربتوها ببعضها، رونتوها ببعضها وبعتونا يا عثمان وتحمل ما يجيك. نعم. السؤال بعد النفط في 2012 كان مقبرة، كانوا يقولون عنه بأنه مصرف متنقل، كل زلم يدخل مقبوض عليه يخرج ثاني يوم يصل إلى مطار طرابلس ويخرج من ليبيا وهو دفع تكلفة الثورة. من هذا؟ أي زلم، أي شخص. هذا موضوع طويل، هذا تو اسمع لما نشدوا الازلام نردوهم تو يعترفوا من اللي هرب ومن اللي طلع، هذه سهله. هو حدث في جميع الكتائب، حدث حتى في كتائب. هل في معهد النفط حدثت ابتزاز لمسؤولين النظام السابق؟ شوف بالنسبه هذه شهاده للتاريخ، هذه شهاده اللي حنقول لك الشهاده انا اللي شفتها باش نقول لك انا راوش هم كيف بيوروك هم خايفين منك، هم خونه مش حيخلوك تشوف، لكن اكيد 100% حصل. بالنسبه للرقاته ولد المدني هذا وجمال كر، انت يا جمال كنت تربي في صقور سيف ولا؟ وكلمتك من الاول نبات قلت لك ابعد ولا؟ كنت يعني معقوله تحطوني انا عبد الرزاق في البوابه نضرب في الرديف وفي السكار والنكار وندافع عليكم وندخل ونرد في الموظفين وشردت زوجتي ومستقبلي وانضربت وتشوهت، شوفوا خشمي هذه الرقات. في الاخير تطلع شنو يدير ولد المدني واللي معاك وجمال كر وكلكم اللي وشن اسمه هذا لا اله الا الله العبادي ولا شن اسمه ذاك يوسف ولا المهم فاكتشفت ان شني لما خشيت لداخل المكاتب نلقى في الخزاين مفتوحات وملوحات، طلعت خاين ابراهيم انت واللي معك يدخلوا في الازلام اي نعم للرقات يحققوا معاهم وياخذوا شن عندهم ويطلقوا فيهم. ما علاقة محمود جبريل بعثمان مليكته ومجيد مليكته؟ الراجل شنو والله ما عرفت الا تو بعد الثوره، مع ان كاتبين علي في النت ان انا المستشار السياسي نتاعها سبحان الله. واضح والله يا عم محمود لو انك انت قابلتني شخصيا وهدرست معاك ممكن كنا نستفيدوا منك على الاقل او تستفيد مننا، لكن يا عم محمود بتحكم ليبيا باي صفه يعني؟ تبعت لي عثمان وعصبان ومش عارف. هل هو جزء من ما يحدث في ليبيا من فتنه؟ طبعا ما اسمع اي واحد الشعب الليبي رافضه يدنجزوا في الفتنه هذه، شيء طبيعي هو. من وين كانوا قبل هذا؟ ما دعمت الامارات كتيبه سواق القرار؟ انا لا اعلم لاني انا في لي 6 شهور في تونس، هذه واحده انا لم ارى بعيني. حتى قبل 6 شهور، قبل 6 شهور يعني لما كنت نمشي لعثمان الصراحه كان في شوي سيارات وسلاح ولكن من الدوله. عن طريق الدولة، عن طريق الدولة ايوه، ما نقولكش لا من الدولة. عثمان كان يجيب في سلاح، ليش؟ لأن اللواء معتمد لم يعطي أحد. أنا قلت لك هم أنا اللي ضمنته بيني وبين ربي. لما مشيت قلت لهم أنا الراجل خلاص عاهدني وكذا ولكن خنت العهد يا عثمان. جيش القبائل في فيديو في معسكر 27 وأمام 27 يدنس علم الاستقلال ويرفع العلم الأخضر. هذه والله حتى الغبي يفهمها، يعني معقولة تسألني عن شيء شفته أنت لايف؟ انت شفت الشيء هذا بفيديو شن بنعلق لك انا؟ زي ما انت شنو رايك؟ الناس تنتظر في ردك انت. ردي يدن هذه خيانه. اي واحد يدنس في عالم الثوار انا كان في جنبه ولا لما قلت لك والله ينكسكسك. ومن اللي جابه جيبوهم مش موجود الفيديو، جيبوا الاشخاص هم اللي دنسوا العلم وقول له من تتبع ومن قال لك دير هيك. في معلومه اخرى انا لقيت شاب ورشفاني في تونس هنا اقسم لكم بالله ونار في التريس يقسم وحلف على المصحف قال عماد الطرابلسي قال لنا لما ردوه الفاتح. هذه للامانه راه واحد يقاتل معنا راه شوف ايش نسمع من عماد الطرابلسي. اذا في نوايا اخرى يا راجل مش حاجه سهله. انت لما ترد لي واحد بحجه انه احتواء بنشك فيك. وتجلت الصورة